وابتدى يكلمها لحد ما وصل بيه الحال ان بقى يروح لها البيت عشان خاطر جوزها مسافر وولادها بيروحوا المدرسة. ازيكم؟ انا متجوزة، عندي اخويا 19 سنة. اكتشفت بالصدفة ان هو على علاقة مع صاحبة ماما. مسكت موبايله وقعدت افتش فيه، جبت اول شات خالص، لقيت ان هو جايب الرقم وابتدى يكلمها لحد ما وصل بيه الحال ان بقى يروح لها البيت عشان خاطر جوزها مسافر وولادها بيروحوا المدرسة. ان اخويا يعمل حاجة زي دي، وفي نفس الوقت خايفة اقول لماما، انا لو قلت لماما هتتجنن، وفي نفس الوقت مش هتصدقني. انا مش عارفه اتصرف ازاي. المفروض ان انا اقول لك حل غير ان انا ابعت لك على لينك الصراحه واقول لك عشان حضرتك تفيدني والناس اللي عندك. اتصرف ازاي؟ طيب خليني افكر حضرتك. لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش تقول رايك في الكومنتات، ولو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اما بالنسبه لرايي، انت لازم فعلا تتصرفي في الموقف ده وحالا، يعني تشوفي خالك او تشوفي عمك وتقولي لهم على كل حاجه، وهم بقى كرجاله هيتصرفوا ازاي. ولكن انت كده كده يعني ما تقوليش لامك لان امك هتتصدم. فانت تشوفي خالك او عمك تتكلمي معاه وتقولي له، وبلاش تكلمي جوزك في حاجه لان دي مشاكل او حاجات في البيت. ف يعني من الافيد والاصح ان انت ما تعرفيش جوزك حاجه، ولكن تجيبي عمك او خالك وتقولي لهم على كل حاجه، وهم يجيبوه بقى يشدوه الشده تمام، ويكلموا يكلموا الست ديت ويقولوا لها ان هنبلغ